السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا كلها، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى جايه لكم انا والبطله بتاعتي بنتي حبيبتي ديت العربيه بتاعت الخضار او عربيه السوق او عجله السوق على حسب ما بتسموها. ما بقدرش استغنى عنها وانا رايحه السوق. مش عندي في المنطقه، لا بجيب حاجات كده وانا راجعه من الشغل، انما لما بروح السوق نفسه لازم ديت تبقى معايا. جبت شويه حاجات حلوه قوي. الاسعار الحمد لله الى حد ما كويسه، واحنا كستات بيوت شاطرين وكده بنحب نحبق وندبق. بنعمل ايه؟ بندور على اي حاجه تكون سعرها اقل بجوده عاليه وبنجيبها. تعالوا اقول لكم انا جبت ايه، وهقول لك في خلال الفيديو كمان شويه نصايح ازاي تملي بيتك كله بالخير وبيتك يبقى عمران بالخير بيقلل الامكانيات. وهعمل لكم كده شويه ميزانيات حلوه قوي زي ما طلبتوها مني. عينيا ليكوا، واي حاجه عايزين نصورها لكم او عايزين نعملها لكم او اي مكان عايزين اروح اصور فيه قولوا لي فيه في الكومنتات، وانا عينيا ليكوا. ربنا يديمكم يا رب نعمه في حياتي. بس ما تنسوش بقى لو اول مره تشوفيني دوسي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش بقى الكومنتات الحلوه الجميله ولايكاتك اللي زي الفل كده، وتسلم ايدك من قبل حتى ما تعمليها. ما تنساش كمان ندعي كلنا لاخواتنا في فلسطين وفي السودان ان ربنا يا رب يرحم شهدائهم ويحميهم ويعفو عنهم من اللي هم فيه دوت. اللهم امين يا رب العالمين. ونقول كمان لكل الطلبه والطالبات كل سنه وانتم طيبين، يا رب يبقى عام دراسي سعيد عليكم. وعايزه اقول لكم بقى يا امهات كده يا ماميز يا عسل، مجهزه لكم شويه فيديوهات تنفع افكار لللانش بوكس من اول الميزانيه، وهنشتري الحاجه وهنعملها كمان مع بعض. بس ما تنسوش بقى الاشتراك واللايكات. يلا بينا ندخل في الموضوع ونشوف هنا في ايه. اول حاجه جبتها عيش. ربنا يا رب يرخص قوت المسلمين جميعا ويرخص كل الحاجه. انا بجيب العيش دوت اللي هو الحر مش بالبطاقه، يعني انا معايا البطاقه نفر واحد جوزي بس، فما بيكفيناش طبعا العيش فيها. فبنجيب بقى قد ايه؟ بجيب ايه الرغيف بجنيه، بجيب ايه يعني 10 15 على حسب. فاحنا النهارده هنعمل اكل مش محتاج عيش. هنعمل مكرونه بشاميل. فقلت ايه، انا ما اروح السوق وانا جايه هجيب 10 رغيفه بس ينفعوا بقى للفطار. ينفعوا مثلا لو الولاد عايزين سندوتش ولا حاجه قبل لما نخلص الغدا بين الغدا والعشاء كده. تمام. فاول حاجه جبتها العيش هنخليها كده. نروح بقى على الطبق ونبدا بقى نطلع ونشوف جبنا ايه. هنا القطع اسعارها طبعا نار، بس انا بقى ايه، بروح الف في السوق كله بشوف ارخص حاجه وفي نفس الوقت تكون نضيفه، لان كل القطع دي اهي حلوه وجميله حمراء وناشفه. انا منقياها من اللي هو يعني ايه الفرز التاني، يعني في اللي هي الطب قوي ب17 جنيه وديت ب12 جنيه، وفي بقى المستويه ب10 و8 وكده بس مش حلو خالص. فانا نقيت دولت 2 كيلو ب24 جنيه. دي اول حاجه جبتها. جبت كمان البتنجان دوت كيلو ونص ب10. ده على ده يعني ده الرومي والعروس كيلو ونص ب10 جنيه. فجبت كيلو ونص من ده ودوت عشان المخللات. نعمل شويه مخللات حلوين قوي مع بعض ان شاء الله. علشان يعني السلطه الحاجه غاليه جدا، الخيار ب25 الكبير وب30 وب32 كمان، فكبير قوي كتير قوي حرام الصراحه والله. ربنا يرحمنا يا رب من اللي احنا فيه. فجبت بقى دوت عشان نعمل كده علبه مخلل حلوه، والباقي انا بشيله في الفريزر وشفتوه معايا قبل كده، وهعمله معاكم تاني عشان اللي ما شافش الفيديو يعرف ازاي يحفظ. هو اسعاره كويسه قوي الايام ديت حلوه. ده اللي هو الطازه، بصوا جميل ازاي، كيلو ونص ب10 جنيه. في كان ب5 بس باين قديم، فالفرق مش مستاهل. تمام. جبت كيلو ونص دوت على دوت عشان برضو الرومي ده هنعمله مسقعه، ينفع كده تبقى في علبه في التلاجة للفطار للعشاء كده. هنخليه كده اهو هنا. جبت كمان الفلفل الرومي ده ب8 جنيه اهو. اخليه بقى في التلاجة، اعمل منه للسلطة، اعمل منه احط في المسقعة، نعمل محشي مع بعض. فجبته خلاص، انا بحبه الصراحة. ينفعني كمان في الفاهيتا شاورما كده اسكندراني كده بيبقى حلو قوي. جبت ايه كمان يا سوسة؟ جبت دوت انا بس مربطة الشنط عشان الحاجة ما تتقلبش في العربية الحاجة على بعضها. الفلفل الحامي بصوا جميل ازاي، الكيلو ب10 جنيه. جبت نص كيلو. والليمون حلو قوي سعره الحمد لله، ده ب5 جنيه اهو. فجبت 3 كيلو عشان هنخللهم ان شاء الله مع بعض.
بصوا حلو وابتدى يصفر حلو قوي، عشان خلاص الزيتون طلع. كل سنه وانتم طيبين. بس انا ولا جوزي ولا ولادي بنحب الزيتون، فانا المخلل فانا ما بعملوش الصراحه وما بجيبوش. احنا بنحب الليمون وبنحب الفلفل. جبت 3 كيلو من الليمون عشان نخلله، وجبت نص كيلو فلفل برضه هنعمله ان شاء الله مع بعض. الليمون ب5 جنيه والفلفل ب10. جبت كمان الجزر دوت، انا منقياه كبير عشان برضه هخلله اهو. يعني انا نقيت الكبير ده ب10 جنيه. جبت كيلو عشان هنعمله مخلل مع بعض. كل المخللات ديت هتنفعنا وترحمنا شويه من السلطه عشان بتبقى جنب الاكل. الولاد عندي الصراحه بيبقوا عايزين اي حاجه سلطه مخلل اي حاجه يعني تبقى محدقه مع الاكل. جبت كمان البصل دوت، البصل سعره رفع فجبت دوت يعني اهو فرز تاني اهو. في برده متقشر وفي الصغير دوت للشوربه، ينفع للطواجن برده للخضار يبقى حلو قوي. دوت الكيلو عامل 6 جنيه ونص. جبت كيلو ونص ب10 جنيه. جبت البطاطس ديت اهي ب22. جبت كيلو تمام. جبت كمان سعرها لقيتها حلوه جدا البطاطا، بتنفعني. الولاد عندي بيحبوها جدا، يعني اول ما بتطلع على طول تلاقيها عندنا، وهي مغذيه وحلوه وموفره. بدل لما مثلا اخلي حد يروح يجيب حاجه حلوه ب10 جنيه كل واحد فيهم، وحاجات مضره يعني غير الفلوس الحاجات مضره، فياكلوا بطاطايه حلوه سخنه كده جميله اهي. ديت كيلو ونص ب10. جبت 3 كيلو دولت اهو. 3 كيلو ب20 جنيه. الشنطه ديت 3 كيلو ب20 جنيه. جبت ايه كمان يا سوسه؟ جبت الليمون دوت اهو. بص ما شاء الله حجمها حلو ازاي ومصفر وجميل. دوت كيلو ونص ب10. فانا جبت منه دولت ب5 جنيه، يعني مش كيلو ومش نص كيلو. دوت لاستخدامنا العادي في التلاجة، انما دوت انا هخلله تمام. جبت كمان العطاره ديت يعني واحد واقف كده في السوق، انا اول مره اجربه فجبت منه حبه الاكياس دولت. هو الكيس 3 اكياس ب10، فجبت دولت ب30 جنيه. بس كده ديت الحاجه اللي انا جبتها النهارده. القوطه والفلفل والبتنجان والليمون والفلفل الحامي والجزر والبصل والبطاطا بس، والعطاره ما قطع. وجبت العيش. جيت لان الجو حر جدا، ولقيت الحاجه كمان لسه في السوق لسه بينزلوا. انا نزلت بدري، انا كنت في السوق الساعه 8:30، نزلت بدري فلقيت هي ديت الحاجه ايه المناسبه. اي حاجه هجيبها ان شاء الله تاني هصورها لكم. قولوا لي ايه بقى رايكم في الاسعار. هنعمل ان شاء الله الحاجات مع بعض. هنعمل مخلل البتنجان، وهنعمل الفلفل والليمون والجزر عشان تملي بيتك كده بالخير باقل حاجه، باقل الامكانيات، بابسط الامور. تمني بيتك خير وتفرحي بيتك، ودايما يبقى بيوتنا يا رب عمرانه، بيتي وبيتكم وبيوت كل الناس، اللهم امين يا رب العالمين. الاسعار حلوه جدا. رحت السوق تعبت شويه ومشيت حته بس عشان اجيب الحاجه اسعارها اقل. مش عيب، لا، عشان اقدر يفضل بيتي دايما واقف ودايما مليان ودايما عمران في ظل الظروف اللي احنا فيها. ربنا يا رب يرحمنا ويوسع رزقي ورزقكم ويرزقنا كلنا بكل اللي بنتمناه، اللهم امين يا رب العالمين. متنسوش بقى لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتيش، كومنت حلو زي كده، قولي لي ايه رايكم في الحاجه ورايكم في الاسعار، واي حاجه هجيبها هصورها معاكم ان شاء الله. توحشوني جدا جدا، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.